بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة، ومبروك للأمة الإسلامية، مبروك للشعب الباكستاني الإفراج عن عمران خان بقرار من المحكمة العليا. وهنا فيديو لعمران خان في المحكمة قبل الإفراج عنه. खान साहब कुछ कहेंगे? आपको खान साहब घबरा तो नहीं गए? खान साहब क्या कहेंगे? ने आपको बुलाया। खान साहब ISPR ने कहा कि जो 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सके वो कर सके, क्या कहेंगे? पहुंचा दिया। जी सर, रुकिए, आप रुकिए पीछे। وعمت الفرحة في كل المدن الباكستانية. أيضا هنا مجموعة من الإخوة المسلمين الباكستانيين هم يحتفلون بالإفراج عن عمران خان. बड़ी कामयाबी दी है, हक और सच की फतह हुई है, पाकिस्तान की फतह हुई है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अदलिया ने साबित किया कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान खान साहब की ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ का पाकिस्तान होगा, कानून की बालादस्ती वाला पाकिस्तान होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से हक और सच की जीत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। خرج عمران خان في موكب من الحراسة المشددة، الشرطة أصبحت خايفة على حياته يعني، في حراسة الشرطة من المحكمة. وتحول السجانين السابقين لعمران خان إلى الحراس الأمناء. تعالوا نشاهد وزارة الداخلية الباكستانية وهي تخصص له نحو 20 سيارة حراسة حفظا على حياته. تعالوا نشاهد. هكذا لما تكون قويا الكل يرحب لك، لما تكون ضعيف حراسك هم نفسهم يعتقلونك، لما تكون قوي هم أنفسهم يغلقوا. تعظيم سلام يا فندم. فطبعا الشعب الباكستاني خرج بقوة، وطبعا يعني المسألة أنا أعتقد أنه الأمريكان لم يكلفوا الجيش بأنه يعمل انقلاب عسكري وأمور هكذا، فربما هناك تفاهمات ما إلى آخره، أو هناك تقدير ما للمخرج الأمريكي وشريكه المخرج الصيني، لأنه باكستان المخرج الصيني بيلعب فيها لعب ضخم وشرس، ربنا يسترها يعني. هنا حضراتكم قبل ساعات من الإفراج عن عمران خان كان المحتجون اللي احنا مش عارفين هم مين، أو أنصار عمران خان أو غيرهم، المهم أحرقوا منزل شهباز شريف رئيس وزراء باكستان. وهكذا يتضح لنا أن حكامنا طراطير، عندما ترفع أمريكا يدهم عنهم لا يستطيعون حتى مجرد حماية بيوتهم كما تشاهدون.
هنا أيضا لحظة الإفراج عن عمران خان. تعالوا نشاهد. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट पेश कर दिया गया। सहाबियों को धक्के मारे के المحكمة اتهم عمران خان الشرطة بخطفه من داخل محكمة سابقة لأنهم اعتقلوه وهو داخل المحكمة والاعتداء عليه وضربه. فهنا في قناة نايا باكستان قال عمران خان لقد تم اختطافي من المحكمة العليا وضربي بالعصا، وهذا لم يحدث مع أي مجرم عادي، وهذا حسب تصريح عمران خان في المحكمة العليا. وكانت باكستان قد شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية بين الشرطة والجيش، وجرى حرق مقرات للشرطة وللجيش أيضا. فهنا جانب كما نشاهد كانت الأوضاع فوضى لدرجة أنهم قطعوا الإنترنت عن باكستان كلها طوال الأيام الثلاثة الماضية. وهنا صور لعمران خان اليوم وهو في المحكمة خلال جلسة محاكمته وصدر قرار بالإفراج عنه. هنا صور اليوم، هنا عمران خان كما تشاهدون. طبعا الباكستانيين نشروا ملصقات لعمران خان شكرا والحمد لله. في الختام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكمل للشعب الباكستاني انتخاباته الحرة والنزيهة. هناك انتخابات خلال شهور قليلة في باكستان، ندعو الله أن يفوز فيها عمران خان. عمران خان جيد سيء الله أعلم، شعبه أدرى به، وفي نفس الوقت الحكومة الموجودة حكومة فاسدة وعميلة وخائنة. فوالله إذا كان عمران خان فاسد وعميل فلم يعني الأمر لم يختلف، لكن في الآخر كان عمران خان لما كان رئيس وزراء باكستان كان في دولة، كان في روح، كان في حياة، واضح الشعب يحبه. يعني لم نشاهد الشعب الباكستاني يخرج ويضحي بحياته من أجل عمران خان إلا إذا كان هذا الرجل فيه شيء ما، الله أعلم، في طبعا أمور صحيحة وأمور خاطئة، ولكن من موجود على الساحة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن عمران خان يصل الحكم، وندعو الله أن يكون جيدا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل باكستان دولة مستقلة، ندعو الله أن هو يقتلع الدولة العميقة في باكستان. وفي الختام ندعو بالرحمة لسيدنا الحجاج ابن يوسف الثقفي رحمه الله، والي الكوفة الذي سير جيوش المسلمين وفتحت باكستان. نحن الآن نتحدث عن باكستان. من الذي جعل باكستان مسلمة؟ الحجاج، ومن قبل رئيسه الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين، وأبيه عبد الملك بن مروان. رحم الله بني أمية الحكام العظام، ولعن الله، اللهم لعن، اللهم عذب كل من شوه سمعة وسيرة سيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي، وسيدنا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وسيدنا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، وكلهم تابعين وكلهم علماء وفقهاء كبار. هؤلاء الحكام العظام رحم الله بني أمية أسود الإسلام، رحم الله بني أمية لما كنا حكام العالم. لو بني أمية موجودين الآن ما جرى تشريد المسلمين كل هذا، وما جرى كل ما يجري في باكستان من مهازل الآن. رحم الله بني أمية، وكل من يشتم بني أمية إما جاهل وإما خسيس. رحم الله عثمان بن عفان، رحم الله معاذ بن أبي سفيان، رحم الله يزيد بن معاوية، رحم الله عبد الملك بن مروان، رحم الله الوليد بن عبد الملك، رحم الله الحجاج، رحم الله قتيبة بن مسلم الباهلي، طارق بن زياد. كل هذه الأسماء اللامعة كلهم فروع في شجرة بني أمية، رحم الله بني أمية. هنا كتاب إنصاف الحجاج ابن يوسف الثقفي رحمه الله، ولا تسمعوا لدعاءات الشيعة يعني، وأذبحهم أذنبهم من الخبثاء من المسلمين السنة. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأئمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.